تعرف ان الطلاق مش بس بيكلفك نفقة شهرية او قايمة بس، لا انت عندك كمان في نفقة اسمها نفقة المتعة، واللي القانون الجديد نظمها بالتفصيل واللي ممكن توصل لارقام كبيرة جدا. نفقة المتعة هي مبلغ بيتحدد للمطلقة تعويضا لها عن الطلاق وفقد الحياة الزوجية، واللي بيحدد قيمتها مش بس القاضي، لا كمان مدة الزواج ودخل الزوج بيأثروا فيها جدا. يعني مثلا لو مدة الزواج عدت ال10 سنين، نفقة المتعة ممكن توصل ل 210 ألف جنيه، ولو كانت المدة من 6 ل 10 سنين فالأحكام بتبقى أقل شوية، لو يكن حوالي 125 ألف جنيه، ولو كانت 6 سنين بالظبط ممكن الحكم يوصل ل 36 ألف جنيه. وده كله بيكون الحد الأدنى، لأن في أحكام كتير جدا بتطلع بأرقام أكبر من كده بكتير على حسب دخل الزوج ومستواه الاجتماعي. ولو في حالة إن الزوج مش مقتدر ماليا أو دخله ضعيف، وقتها الدولة بتوفر للزوجة قرض طويل الأجل عشان الزوجة تاخد كل مستحقاتها وما تتأخرش. يعني ببساطة الزوجة بتاخد نفقتها فورا، والدولة بترجع بتدي فرصة للزوج يسدد المبلغ على مدى طويل. فقبل ما تفكر في الطلاق لازم تكون عارف جدا إن القانون بيضمن للزوجة حقوق كبيرة جدا، مش بس نفقة شهرية زي الأول.